بونسوار ميزامي كومون ليفو. هنكمل الجزء الأخير واللي فاضل من الضمائر الشخصية بتاعتي. احنا قلنا في ضمائر مخاطب ومتكلم ودول حاضرين موجودين، ولكن احنا دلوقتي هناخد ضمائر الغائب بقى. يعني المفعول بتاعي يبقى حاجة أو حد بحكي عنه وبعدين أشيله من الجملة وأحط مكانه اللي هو والهاولهم. النوع الأولاني ضمائر المفعول الغائب المباشر. مباشر يعني إيه يا جماعة؟ يعني غير مسبق بحرف جر. دكور. عند اللو لا لي انت هتقولوا ده ادوات معرفه. نو. كل عمله لها وجهان، والوجه الاخر بتقول ان دي ضمائر شخصيه. اللو بمعنى الهو، اللا بمعنى الها، اللي بمعنى الهم. اللو يحل محل مفعول مباشر مفرد مذكر. اللا يحل محل مفعول مباشر مفرد مؤنث. اللي يحل محل مفعول مباشر جمع بنوعيه. دكور. مش فاهمة مس. طيب ناخد مثال عربي عشان نفهم. أنا أحب الموسيقى. أنا أعشق الرياضات. أنا عايزة أشيل الموسيقى والرياضات وأحط مكانها بالعربي ضمير هشطب دي واشطب دي وأقول أنا أحبها. أنا أعشقهم. نركز على الها والهم. الها عادت على ايه؟ كلمة الموسيقى، والهم عشان كلمة الرياضات جت. تمام. طيب الضمير هنا لازم الفعل يعني لازق فيه ولا كان فيه حاجة كده ما بين الضمير والفعل؟ لا يا مس ده لازق فيه، ولكن انا اللي عامله الفرق. احبها اهو، عشقه هم اهو. هو ده اللي انا بقى هحكي عن اللي هو اللي والله واللي. هجيب الجملة بالفرنساوي. لو قلت هنا جيم انا احب لا ميوزك. احنا قلنا في الفيديو اللي فات الضمير الشخصي بيتحط فين؟ قبل الفعل الواحد. الفعل يحب جاب لي كلمة الموسيقى مفعول مباشر مفيش حروف كار. هشطب لا ميوزيك وابدأ اقول جو. المفروض لا ميوزيك مؤنث تبقى لا وام، فبيقابل متحرك متحرك فبنشطب دي فبتبقى جو لام. دكور. احبه او احبها. طيب انا هكتب جمل كده وبعدين نشوف ايه الشروط وبعدين نحط المكان وبعدين نبدأ نشتغل. انا كاتبه جمل في الامتحان، ما بيجيليش جمل مكتوبه، بيجي لي كم اختياري، ولكن انا نفسي لازم اشوف الجمل اصلا كانت عامله ازاي عشان افهم انا هحل ازاي. جي كونيست فيه. اولا كونتر يعرف، انا اعرف هذه الفتاه. ما بين يعرف والفتاه ما فيش حروف جر. كلمه الفتاه واخده ايه؟ صفه اشاره. الفيرم سون ليفر هو يغلق كتابه. كلمة ليفر واخدة صفة ملكية. جو في زيدي مي بارون سوف أساعد والدي. مي بارون هنا جمع واخدة إيه؟ ملكية. فيرمي لابورت اغلق الباب. كلمة مباشرة. لابورت بينها وبين الفعل مفيش أي حاجة غير أداة معرفة. جو فيزيت باري. باري اسم علم مش واخد أي حاجة خالص. داكور. الشروط بقى. زمان في الفرنساوي كانت بتيجي جملة ويقول له حط الضمير المناسب. دلوقتي مفيش الكلام ده. طب ايه الشروط اللي كانت بتخليني اخد الضمير المناسب؟ ان الكلمة يكون مفعول مباشر واخد صفة ملكية او اداة معرفة او اشارة او هو اسم علم، لان احنا عندنا الضمائر الشخصية دي عندنا انواع تانية مختلفة كمان. دكور. طيب يلا نشتغل. خليني ما فهمتش الحتة دي نشتغل على الموجود. اعرف الفعل عشان اعرف احل. اشطب ساتفي واقول هنا ايه؟ انا هنا قلت جو لا كوني، شطبت التدفيه وحطيت مكانها مين؟ لا. جو لا كوني انا اعرفها. هو يغلق الكتاب. اشطب كلمة ليفر مذكر هقول il le ferme. هو يغلقه. يبقى الضمير اتحط هنا اهو قبل الفعل. طب انا عندي هنا في فعلين. جو فيزيتي مي بارون سوف اساعد والدي. في فعلين يبقى الفعل الاولاني مساعد فالتاني هو الاساسي في المعنى. اشطب مي بارون جم واقول جو في انا سوف ليزيدي اساعدهم اهو. فيرمي لابورت اغلق الباب جملة امرية. هشطب لابورت وهنا فيرم وبعمل شرطة واحط لا. استثناء هنا الضمير الشخصي يتحط ورا الفيرب الامري. في النفي اجيبه قدام. جو فيزيت باري. باري اسم علم ومدينة مؤنثة. جو لا فيزيت ازورها. يبقى الدنيا سهلة مش صعبة. طيب يا ميسي هتجيني ازاي في الامتحان؟ مش هتجيني كده خالص، هتجيني اختياري. يبقى انا دلوقتي هقول علي ني بالا. هحكي في الجملة الاولى عن علي مش موجود هناك. جو
attends انتظر. اقلب. القاعدة دي لو انا مش حافظة الافعال مش هعرف احلها، يعني احفظ معنى الفعل. فانا هقول هنا لو، الا apostrophe اللي. الطريقة دي بتبقى سهلة لان هو نوعية واحدة، ولكن انا لازم من دلوقتي افهم الطريقة عشان اعرف بعد كده لما يدخل الضمائر مع بعضها افهم. انا بتكلم عن مين يا جماعة؟ علي. علي ده دايما بيساوي الإل والآل، يبقى هو غائب مستتر، يعني عايزة أحط مكانه ضمير، يعني هو، أنا أنتظره هو، فالمفروض عليه مذكر أشطب دي وأشطب دي. الفعل بادئ بفويال متحرك هتاخد ال إيه؟ أبوستروف. أنا أنتظره هو. تمام، فهمنا دي بتجاه إزاي. نشوف كده كام جملة اختياري ونشوف الدنيا هتبقى عاملة إزاي. سبور، هذه الرياضات مالها؟ أنا أفضلهم بهم. يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن الرياضات. الرياضات دي الاسم اللي بيحطوه لي بره ده بيقول لي ان الاسم ده غائب. غائب عن مين يا جماعه؟ عن الجمله. واسم بيساوي الال والاله في كاس، يبقى نعوض عنه باللي يشبهه. تمام. الرياضات دي انا افضلهم، بحبهم، يبقى الرياضات جمع هاخد اللي. سيما بال، انا بتكلم عن الكره بتاعتي. دي الكره بتاعتي. جو في بريتي ا الي. بريتي يعني يسلف. أنا أسلفها، ما بين فعل يسلف والبال مباشر. أنا سوف أسلف الكرة. يعني يا جماعة المفروض إن كلمة سبور مكانها الطبيعي لو أنا هدخلها جوه الجملة بعد مين؟ بعد الفعل. طب لو هي اتحطت بعد الفعل بتاخد حروف جر؟ لا. إيه عرفني الترجمة؟ أفضل الرياضات. جو في بغتي. بغتي يعني يسلف، يبقى أنا أسلف الكرة، هي اللي تتسلف لعلي. يبقى بال مؤنث، يبقى جو في لا. داكور. اللي بعدها لو ماتش، المباراة مالها؟ جو في ريغاردي أستاذ. المباراة دي أنا سوف أهو أشاهد المباراة، فأنا مش عايزة أكرر الكلمة كتير كتير كتير. الماتش مذكر يبقى جو في لو ريغاردي أستاذ، سوف أشاهده في الاستاد. داكور. اللي بعد كده انا عاطيه بقى سؤال واجابه، وانا على اساس الاجابه هجاوب. يعني ايه تي تليفون علي؟ انت تتصل على علي، قال لك نو جو في ولا لا؟ ده مش في مس، ده فيرب فوار يعني يرى. انت تتصل على علي، يبقى انا يهمني مين يا جماعه من الجمله؟ علي. ما يهمنيش بقى حرف الجر اللي قدامه ده، انا مش عايزاه. نو جو فوا او كلوب. فوار يعني يرى، لا انا اشوفه في النادي. انا ارى علي، يبقى المفروض كلمه علي تنزل فين؟ كانت تنزل هنا بعد الفعل، فانا مش عايزه اكررها تاني في الجمله، هي مباشره. انا ارى علي، اراه. والي شخصيه مفرد مذكر، يبقى خدتي مين؟ اللو. داكور. طب انا عندي بقى حاله كده فاضله، حاله الباسي ريسون، الماضي الحديث. التركيبه بتاعت الزمن ده كانت عباره عن فيرب فينير ودو فيرب في المصدر. جو فيان دو فينير لو ديفوار. انا يا دوبك لسه مخلصه الواجب. طب انا عايزه اشيل كلمه لو ديفوار واحط ضمير شخصي. احنا قايلين من الشروط لو عندي فعلين يوضع قبل المصدر، والمصدري اهو. طب الدو تتغير؟ نو اند نو اند نو اند نو، استحاله. فانا هقول هنا جو فيان الدو بتاعتي الفعل عادي، وعندي واحط لو فينير. الله يا مس، ده اول مره في حياتي اشوف الدو مع اللو، مفيش مشكله خالص. دي في حاله الماضي الايه الحديث، يبقى الماضي الحديث هتعلمه بفينير دو. داكور. جو فيان دو فيغ سي طرافو، انا لسه مخلص الواجبات دي او الشغل ده، يبقى هقول هنا جو فيان دو لي فيغ. الدو مع مين؟ مع اللي، يبقى الدو مع اللي. دو لي فيغ انا يا دوبك لسه مخلصهم، لسه عاملهم. اللي بعدها جو فيان دو فيزيتي لا سيتاديل، يا دوبك لسه زي القلعة، يبقى انا هقول هنا جو فيان دو لا فيزيتي. خلاص، يبقى الدو مع مين؟ الا. يبقى انا هشوف الحالة دي في حالة الماضي الحديث فقط. هناخد اكزامبل بسرعة كده اختياري، كاكزامبل للمثال مثلا جايلي لما اقول والله شو بونتالون، بتكلم عن البونتالون ماله؟ il vient porter. porter يعني يرتدي او يحمله. هقول دو ولا دو لو ولا دو ولا دولا. مبدئيا البنطلون مذكر هشطب دي. اي حد هيقول لي دول المذكر يا ميس. يا جماعه الادغام ما بيحصلش غير لما يكون في كلمه وراه، يعني زي مثلا فيغ دو. انما هنا بوغتي ده فعل مصدري، يبقى فيان عايز الدو بتاعه عشان الفعل، والبنطلون عايز اللو بتاعه، يبقى فيان دو لو
porter. Je viens de le porter. d'accord. يبقى ده النوع الاولاني اللي عندي. شوفوا النوع التاني. النوع التاني ضمير المفعول الغائب، يعني غائب مش حاضر معايا، بتكلم عنه هو وهي وهم. غير مباشر عقلي. يعني غير مباشر يعني لابد ان يسبق بحرف جر. نشوف مثال بالعربي. لو قلت انا اتحدث الى معلمي. انا اتحدث الى معلمي، انا اقدم الهديه الى اصحابي. انا عايزه اشيل معلمي، ينفع اشيل معاها حرف الجر بالعربي؟ في الجمله دي لا. انا اتحدثهم نو 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 نو، بحافظ على وجود مين يا جماعه؟ حرف الجر. ففي العربي بقول انا اتحدث اليهم او اتحدث اليه، اقدم الهديه اليهم. يبقى في حرف جر ولازاتي في الضمير. داكور. مش معقول هياخد نفس الضمير اللي احنا لسه واخدينه، لا. نشوف بقى بالفرنساوي الجمله وبعدين نشوف عمل ايه. لو قلت جو بارل ا مون بروفيسور، مثلا انا هجرب معاكم كل الافكار عشان نقدر نفهم. انا هشيل مون بروفيسور يا مس واحط الضمير اللي اتقالنا عليه اللي هو لو. فانا مثلا هقول جو لو بارل ا. طب ينفع يا جماعه انهي الجمله بحرف جر؟ يبقى الجمله دي غلط. طب يا مس ما انا ممكن اقول جو بارل ا لو. ينفع يا مس الكلام ده شبه الادغام بتاع حروف الجر. قال لك ما ينفعش. طب انا ايه الحل دلوقتي بقى يا جماعه؟ الحل حاجه لطيفه خالص وسهله. قال لك الراجل ده عشان ما يحيرنيش ويعمل دربكه، عمل لي ضميرين. عمل لي ضمير اسمه لوي وضمير اسمه لاغ. اللوي عباره عن ضمير يحل محل مفعول غير مباشر مفرد عاقل، يعني محل الذكر والانثى. ضمير يحل محل مفعول غير مباشر جمع عاقل. طب معناه ايه بقى؟ انا هنا مش هينفع بالعربي اشطب حرف الجر، ومش هينفع بالفرنساوي اسيب حرف الجر، بس مش عايزه المعنى يختل. فقال لك هحافظ على وجود حرف الجر بس بشكل مختفي، كانه لابس طاقيه وعامل نيو لوك. يبقى اللوي عباره عن حرف الجر الى، واحط معاه الضمير هو وها، يبقى اليه اليها اليهم. داكور. طب اللوي واللي شرطها ايه يا جماعه؟ الشرط الاساسي ولابد انه يحصل ان لازم يكون المفعول بتاعي مفعول مسبق بحرف الجر الاب. احنا عارفين الاب معنى الى وعلى وفي، تمام. هناخدها بمعنى الى وعلى. الى وعلى، تمام. هنحط وراها العاقل. الآ لها أشكال، للمذكر، تمام، وللمؤنث وللمتحرك وللجمع، كل دولت بمعنى إلى وعلى، ويجي وراهم مين؟ العاقل. نشوف أمثلة. نيجي بقى نشوف كده. أما أقول جو بارل ا ألي، نترجم حرف الجر بمعنى إلى. هنا أنا أتحدث إلى علي، هيروح شاطب ا ألي، حط مكانه مين يا جماعة؟ اللوي. أحط الضمير الشخصي هنا، يبقى اللوي لما بتتحط كأن حرف الجر محطوط بس بشكل جديد. فأنا هقول هنا جو لوي بارل أهو قبل الفعل زي ما اتفقنا، أتحدث إليه. أنا أعطي هذا الكتاب إلى الولد. قال لا، إلى الولد مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر بسبب وجود حرف جر. طب عايزة أحافظ على حرف الجر، هقول جو لوي دون، أنا أعطي له سو ليفر هذا الكتاب. ديكور، ماشي. يبقى الأولى لوي، الثانية لوي. جيكسبليك لا ليسون أو زيلاف، أنا أقوم بشرح الدرس إلى التلاميذ. من الواقع علوم الشرح التلاميذ، يبقى أشرح إليهم. هشطب أو زيلاف وأقول جو لير. إكسبليك لا ليسون، أنا أقدم لهم أو أشرح لهم الدرس. داكور. جي تليفون أ مي زامي. جي تليفون أ مي زامي، أنا أتصل على زمايلي، هروح شاطبة أ مي زامي وأقول جو لير تليفون، أتصل عليهم. داكور أهو. يبقى أنا هحددهم عشان أبقى عارفة. أدي هنا لير مكان ميزامي، وأدي هنا لير مكان إلاف، وأدي لوي مكان جارسون، وأدي لوي مكان ألي. تمام. طب أنا مش هفهم الكلام ده، وهحس إن هو سهل دلوقتي غير وأنا بحل، لأن في أفكار كتيرة في الفكرة في الجملة دي وفي الدرس ده. هنشوف شوية أسئلة وبعدين وإحنا بنحل نقول الأفكار دي. داكور. الجملة اللي بره فيها اسم أنا محتاجاه بس اللي هو ألي.
قال لي ايه تابسون، يبقى انا عايزه مين يا جماعه؟ علي. ماليش دعوه بالكلام الكتير ده. وبعد كده جو فوا، انا ركز على مين بقى يا جماعه؟ على الفعل. هو ده العلاقه بينهم مباشره ولا غير مباشره؟ يعني ايه مس؟ يعني المفروض ان الي مكانه هنا بعد الفعل قبل المفعول، يبقى فاعل فعل مفعول، ادي الفاعل وادي الفعل وادي المفعول. اشوف العلاقه ما بين الفعل والمفعول مباشره ولا غير مباشره. اولا هشطب دي وهشطب دي. علي غايب، انا اراه في البوار مباشر، ارى علي، مفيش حاجز بيني وبينه، اراه. يبقى المباشر فين اللي مفيهوش حرف جر؟ اهو يا جماعه، يبقى جو لو فوا او كليب. طيب الجمله اللي بعدها قال لي ايه تابسون، علي غايب، تمام. شو تليفون، تليفون يعني يتصل، انا اتصل عليه ولا اتصل عليه؟ اتصل بيه، يعني هيدور حوار كلام بيني وبينه. يبقى الافعال اللي اساسها كلام، يعني في حوار واتصال بيني وبين الشخص، عشان عن طريق كتابه هكتب له رساله، هقول له رساله، هتصل عليه، هتكلم معاه، هقدم له هديه، في حوار بيني وبينه، يبقى بتاخد حرف جر. انا اتصل بالليل، اتصل عليه ولا اتصل على عليه؟ طب فين الحرف الجر؟ على مش موجود؟ لا موجود اهو بشكل جديد اللي هو لوي. جو لوي تليفون، اتصل عليه. داكور، يبقى احنا لازم نفهم الحته دي كويس. في الفرنساوي شبه العربي فعل لازم وفعل متعدي. هنا انا عندي في افعال متعديه، يعني فعل ممكن يجيب وراه مفعول مباشر ومفعول غير مباشر ومكان وزمان وهيصه. نبص على الفعل الدوني يعطي. اول مفعول معايا ايه؟ سو ليفر، وتاني مفعول انا ده، تمام. طب انا لو انا في الامتحان عايزه اعرف هو بيعوض عن سو ليفر ولا ندى، اعمل ايه؟ اولا دي بتاخد اللو ودي بتاخد اللوي، فانا لو عايزه ارصهم جنب بعض هقول جو لو لوي دون. طب اترجمها ايه؟ اقول انا اعطيتها اليه او اليها، اعطيت حاجه لحد من غير ما اقول هو ايه. طب تجيني ازاي سؤال عشان افهمها؟ يلا ناخد اكزامبل. لما اقول مثلا هنا ايه، تي ابورت، انت تحضر، سي كادو، هذه الهديه، اتمير الى مامتك، فقال لي وي جو ابورت سي كادو. براعتين اختيارات، هل الا ابوستروف، هل الوي، هل اللو، هل اللا. ديكور، ادي جمله. الجمله الثانيه tu apportes ce cadeau à ta mère، والاجابه عندي كانت وي apporte à ma mère. دي اسهل جمل تجي لك في الامتحان، الا ابوستروف، الوي، اللو، الا. مبدئيا لما يجيب لي جمله والاقي الفعل فوق زي الفعل تحت، تبقى الدنيا سهله. ليه؟ المفعول قدام عينيا واضح، واخد حرف جر ولا مش واخد؟ انت تحضر هذه الهديه الى مامتك، انا عندي مفعول اول مفعول تاني، تحت في الاجابه حط المفعول الاولاني، يبقى شاطب مين يا جماعه؟ تمام. هل اتكررت تحت؟ لا، يبقى شاطب حرف الجر بالكلمه وعايزني اجيبهم تحت، يبقى لوي جو لوي ابورت سي كادو. تمام. الجمله اللي بعدها تي ابورت سي كادو ا تا مير، قال لك وي جي ابورت ا ما مير، حط ده، يبقى شاطب مين يا جماعه؟ سي كادو، مفعول مباشر اهو، يبقى الفعل ده جاب لي ده وجاب لي ده. تحت هنا حذف دي، يبقى هاخد مين؟ ال ابوستروف عشان بادئ بحرف فويال. عندي افعال بقى شبيهه لبعضها كده. انا عندي فعل فيزيتي يعني يزور، ده فعل مكان معروف ان هو اول ما يجي لك هياخد يا لو يا لا يا لي. داكور، يبقى عندي يزور، ازور مكان، وعندي روندر فيزيت يرد الزياره لي، ده بياخد لوي وبياخد ايلير. طبعا ليه؟ لانه طبيعته بياخد حرف الجر لا. روندر فيزيت يعني يرد الزياره لي، هناخد عليها اكزامبل. علي ايه مالاد، علي مريض. جو نوت رون فيزيت، جي رون فيزيت يعني ارد له الزياره، اروح ارد عليه الزياره، يعني اقول له الحمد لله على السلامه، واديك اللو واديك اللوي واديك اللا، يبقى جي رون فيزيت ارد له الزياره. يبقى فعل روندر طبيعته بياخد حرف الجر لا، المفروض علي انا ارد الزياره الى علي، المفروض هنا يبقى هاخد على طول مين يا جماعه؟ لوي، جو لوي رون فيزيت ارد له الزياره. داكور. شوف اكزامبل، هبدا اشوف الاكزامبل دي. لونفون افان، كلمه انفون بمعنى الطفل، تنفع ذكر وانثى، تمام. لونفون افان يعني الطفل جوعان. جو دون دو لي، اعطي لبن، انا اعطي لبن الطفل ولا اعطي لبن ليه؟ اعطي له. لما اعطي لحد حاجه بقول له اتفضل، يبقى فعل يعطي. في واحد يقول لك قد محمد، لا،
انا اعطي الكتاب الى محمد، اترجم دائما لغه عربيه، ما ينفعش اللغه العاميه بتاعتنا. يعطي حاجه لحد، تمام؟ يبقى بيعطي اللبن الى الطفل. فين حرف الجر اللي المفروض يبقى مع الطفل يا جماعه؟ يبقى لوي، جو لوي دون دو لي. ميزامي، انا بتكلم عن صحابي جنب، يبقى اشطب دي بمعنى هم ودي اليهم. لو انا عرفت اترجم الفعل ده صح هحل صح. انا اكتب هذا الخطاب اصحابي ولا اكتب الخطاب الى؟ يعني كلمة أصحابي يا جماعة المفروض تجي بعد فعل يكتب. أنا أكتب أصحابي ولا أكتب إلى؟ فين حرف الجر إلى؟ مش موجود. لا موجود أهو بشكل جديد اللي هو لاغ، عشان هنا الإلى والكلمة جمع، أكتب إليهم. طب اللي بعدها سي فوتو، فوتو جمع. مبدئيا هشطب اللو واشطب اللام. طيب دي هم ودي إليهم. الفوتو غير عاقل مبدئيا، أنا ألتقطهم، يبقى جي لي برون، خدت الصور دي التقطتها. الضمائر دي يا جماعة سهلة، السهل الممتنع، سهلة جدا 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 في الفهم في الأول. لما تيجي تحل عايز دماغ شغالة، ومش بتيجي من أول مرة، مرة 2 3 4 حل كتير، وكل مرة بنشرح تاني نعيد تاني الفكرة تبقى أسهل. تمام؟ علي ايه بيردو؟ بيردو يعني علي تايه، يبقى انا بتكلم عن علي. انا انديك يعني يحدد او يوضح الطريق. احدد الطريق علي ولا احدد الطريق الى؟ يحدد لعلي يعني اقول له تعالى يا علي ادي الطريق، بشرح له الطريق، بوضح له الطريق، يبقى هاخد لوي. سي مون فرير، ده اخويا. جو كونساي دو ريستي اسي. اي حد هيقول لي كونساي ينصح فعل مباشر، لا. النصيحة مش عبارة عن كلام. أنا أنصح محمد يبقى بقول له يا محمد 1 2 3، يبقى أوجه له النصيحة. يبقى فعل كونسيه يوجه النصيحة إلى، مش ينصح، يوجه النصيحة إلى فلان. توجيه كلام وتوجيه نصيحة. يبقى هنا بونفرير مذكر مفرد، أشطب اللي وأشطب الله، يبقى جو لوي كونسي، أوجه له النصيحة. في الدرس ده في الكتاب عامل لي جدول فيه الأفعال، هوريه لكم. بصوا بقى الجدول ده كتاب، فايا كان نوع الكتاب اللي انت شغال منه او المذكره مش هتفرق، تلاقي الجدول ده المدرس عامله لك. هو هنا مريحك، بيقول لك ان بارلي يتحدث الى، يكتب الى، تليفوني ريبوندر يرسل الى، راكونتي يحكي الى، يعطي الى، يقول الى، اوبيير يعني يوجه الطاعه الى، ديموندي اكسبليكي ابورتي سويتي كونسيي سورير يبتسم لفلان، مونتري يوضح لفلان، بريتي بروبوزي اوفرير بوزي روندر فيزيت قال لك ايه بقى؟ قال لك الجدول ده الافعال ده لو حفظتها عرفت معناه وجات لك جمله وكمل او اختار ضمير شخص والاسم اللي بره عاقل، وشرط اساسي لازم يكون عاقل، يبقى لازم احط لوي او لاغ. تمام؟ لازم احط لوي او ايه؟ او لاغ. تمام؟ وفي ملحوظه فوق دي هنقولها فيما بعد، هتجيني في درس تاني، ان الحيوانات بتاخد نفس الضمائر الشخصيه بتاعت العاقل. مش معنى ان في الفرنساوي مفيش عاقل وغير عاقل، في حي وغير حي، بدليل الضمير إيل وقال خدناه في اول سنه خالص في اول ثانوي، ان هو مكان الجماد والعاقل وغير العاقل. فبيقول تي دون دي كروكيت او شيان، انت تعطي كروكيت قطع لحم زي الفيليه كده الى الكلب. قال وي انا اعطي له الكروكيت، يبقى الكلب هنا مادام قدامه حرف جر اتعمل له حيوان حي رايح جاي، يبقى خد لي وي ولاغ. تمام؟ يبقى الافعال دي شوفوا الامثله اللي فوق. تو بارل اهو، تو بارل انت تتحدث الى الي، لو انا قلت الي اهو ورحت قايله جو، رحت عامله نقط، خدت اي فعل يعجبني في الجدول، قلت بوز ان كيستيون، ابص على فعل بوز لقيته في الجدول تحت اهو، بوز يوجه الى، يبقى الاسم اللي بره عاقل الشرط هنا، والفعل اللي جوه الجمله من الافعال دي، يبقى لو الاسم مفرد لوي الاسم جمعي ليه، يبقى معنى كده ان الفعل ده لو جبت كلمه الي وراه كان لابد من وجود حرف الجر. ديكور؟ ادي فكره الضمائر الشخصيه بشكل مختصر وسريع، الضمائر دي فيها شرح ضخم ضخم ضخم، احنا هنفهم اكتر لما نحل كتير باذن الله مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية مع الحل على الوحده الاولى. على الدرس الاول يا رب، اسفه، الدرس الاول في الوحده الاولى.